انت تعرف يا صاحبي ايه هي مشكله نادي الزمالك؟ مشكله نادي الزمالك الاساسيه في جزء كبير من جمهوره. اه والله زي ما بقول لك كده، في جزء كبير من جمهوره. يعني جمهور ما بيعرفش يقول ان المشكله من عنده هو، ودايما بيلاقي مبررات لكل حاجه. يعني عندك مشكله زي مشكله زيزو دي، يعني جاي له عرض تاريخي من نادي الشباب السعودي بقيمه 6.5 مليون دولار، زائد 10% من قيمة الرعاية بتاعت النادي. طب أنا عايز أعرف زيزو ما راحش ليه؟ يعني سبب واحد مقنع إن العرض ده ما توافقش عليه. ما تقوليش أصل هو كان طالع الأهلي كوبري. يا اسطى مستحيل الأهلي يروح يجيب لاعب مصري بالرقم ده، مستحيل. ويا سيدي شكرا يا سيدي، أهو جالي ببلاش وبسببك أنت، يعني جالي ببلاش وبسببك، فيا سيدي شكرا. ما تقوليش اصل هو كان جاي لك عشان الفلوس. ولو جاي لك عشان الفلوس يا اسطى كان الاولى يروح نادي من نوادي الخليج، او كان يروح بيراميدز، او يجدد لك انت يا اسطى. طلع قال انا في شهر 10 كنت خلصت كل حاجه مع الناس وكنت هجدد في الزمالك واتفقنا على كل حاجه ورانا الفاتحه. طب هو ليه ما جددلكش؟ طب هو ايه اللي حصل اصلا؟ ممدوح عباس طلع شتم هو وابوه في النادي، وانتوا في المدرجات مسكتوش شتيمه هو وابوه وخدتوا في عرضه. يا اسطى شوف مشاكلك انت الاول، واقتنع ان انت عندك مشاكل والمشاكل من عندك انت، وبعد كده بقى شوف بقى مين اللي خانك ومين اللي باعك وما تصدعناش. وسلام.